بسم الله الرحمن الرحيم. ولادة الإنسان. جاء القرآن على ذكر الكثير من الموضوعات المتنوعة في إطار دعوة الناس للإيمان، فذكرت السماوات أحيانا والنباتات أحيانا أخرى والحيوانات في بعض الأحيان للدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى. كما دعت الكثير من الآيات الناس إلى تفكر في خلقهم، فجاءت على ذكر خلق الإنسان والمراحل التي مر بها وماهية جوهره. قال الله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. سورة واقعة. إن الوجوه الإعجازية في خلق الإنسان مذكورة في هذه الآية وكثير غيرها من الآيات، وقد ذكر في الآيات بعض المعلومات التفصيلية التي يستحيل أن يعرفها إنسان عاش في القرن السابع الميلادي. ومن هذه المعلومات إن الإنسان لم يخلق من المني بشكل كامل، بل من جزء معين من السائل المنوي. إن الجنين يلتصق برحم الأم مثل ما تلتصق العلقة بالجسم، ومنها إن الجنين يتكون في 3 مناطق مظلمة في الرحم. ومنها إن الناس الذين عاشوا حين كان القرآن ينزل عرفوا بالتأكيد أن المادة الأساسية للخلق لها علاقة بالسائل المنوي الذي يخرج من الذكر خلال العملية الجنسية، وكون الطفل يولد بعد 9 أشهر كان واضحا لا يحتاج إلى بحث، ولكن نوعية المعلومات التي تذكرها الآيات أعلى مستوى مما كان معلوما لدى الناس في ذلك الوقت، وهي معلومات لم يكتشفها العلم إلا في القرن 20. ولنمر على هذه المعلومات واحدة تلو الأخرى. ومن هذه المعلومات أن جوهر الإنسان قطرة صغيرة من السائل المنوي. خلال العملية الجنسية يقذف الرجل 250 مليون نطفة في نفس الوقت. تسافر النطف في رحلة شاقة في جسم الأم، ولا تنجح خلالها إلا 1000 نطفة من أصل 250 مليون في الوصول إلى البويضة. وفي نهاية السباق الذي يمتد ل5 دقائق تصمح البويضة التي تكون بحجم نصف ذرة من ذرات الملح لقلية منوية واحدة فقط بتلقيحها. وهذا هو جوهر الإنسان، ليس السائل المنوي كله بل قسم صغير منه فقط. وهذا ما يشرحه القرآن في قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. سورة القيامة. وكما نرى فإن القرآن يعلمنا أن الإنسان لا يتكون من كل السائل المنوي بل من قسم صغير منه، وهذا التحديد الذي تضمنه العبارة يعلن حقيقة علمية لم تكتشف إلا بواسطة العلم الحديث، مما يشكل دليلا على أنها عبارة من أصل إلهي مقدس، من أصل 250 مليون نطفة يقذفها الذكر بعد النطف فقط تصل إلى البويضة. النطفة التي سوف تلقح البويضة هي واحدة فقط من أصل 1000 نطفة بقيت على قيد الحياة. وحقيقة أن الإنسان لا يتكون من كل السائل المنوي بل من قسم صغير منه، ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى. صدق الله العظيم.